مرحبا بكم مشاهدينا في قناة دقة المعلومة. عزيزي المشاهد، عليك مشاهدة هذا الفيديو للأخير لتتمكن من حل لغزه. حلقتنا اليوم: زبير بالحر يكشف لأول مرة تفاصيل وفاة زوجته بكلمة راني مصدوم. ولكن قبل البدء في المشاهدة ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. تحدث الكوميدي الجزائري زبير بالحر لأول مرة عن تفاصيل وفاة زوجته عبر مقطع فيديو نشره على صفحته بإنستغرام، وشكر الفنان في البداية كل من قام بتعزيته وحزن معه على فراق زوجته والتي توفيت قبل أيام، مستسمحا كل من لم يستطيع الإجابة على مكالمتهم. وأكد بالحر بأنه في حالة صدمة كبيرة، خصوصا وإن زوجته كانت في صحة جيدة ولم يكن ينتظر أن تفارقه. وعن تفاصيل وفاتها قال زبير بالحر: استيقظنا في الصباح وقامت زوجتي بتحضير القهوة لي وتحضير ملابسي، فقد كان لدي اجتماع. وأضاف الفنان: قبل أن أخرج من المنزل قالت لي زوجتي إنها سوف تشتاق لي. وتابع بالحر بأنه بعد ساعة من خروجه من المنزل اتصلت به الشرطة لتخبره بأن زوجته فارقت الحياة. وأورد زبير بالحر أن زوجته قد خرجت لشراء احتياجات المنزل ثم عادت لتسقط في المطبخ، وكانت زوجة بالحر برفقة أطفالها الصغار، أين قام طفله بالذهاب إلى الشرطة لطلب المساعدة، فيما توجهت ابنته إلى الجيران. وشاء الله أن تنتقل زوجة الفنان زبير بالحر إلى رحمة الله تعالى، تاركة وراءها طفلين. وفي الأخير طلب زبير بالحر من الجميع الدعاء لزوجته بالرحمة والدعاء له بالصبر، مؤكدا إنها كانت زوجة صالحة ومطيعة، وأنها دعمته كثيرا طيلة 12 عاما من الزواج، وإن نجاحه كان بفضلها. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق. المصدر: موقع النهار. شاركونا بآرائكم عن الموضوع أسفل الفيديو بالتعليقات. كانت هذه حلقتنا لليوم. وفي الأخير ضع تقييم للفيديو بلايك أو ديزلايك أيها البطل، فرأيك مهم جدا لنا. لا تمر بدون أن تضع بصمتك الرائعة. وصلوا على رسول الله. إلى حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم لمتابعة هذا الفيديو للأخير، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من أعمالنا.